السلام عليكم. عندما تصيب الإنسان نعمة رزق فعليه أن يعلم أن الله تعالى هو من ساقها إليه، وعلى العكس فهناك العديد من الناس والذين قد أعمى الكبر والثراء أبصارهم وقلوبهم، وظنوا أن ما وصلوا إليه من ثراء ومناصب بفضل ذكائهم وحيلتهم، وبدلا من أن يشكروا ربهم يتطاولون عليه. في هذا المقطع سنريكم قصة عدد من المشاهير الذين تحدوا الله تعالى وتطاولوا عليه، فعاقبهم الله تعالى بما لم يتوقعوه. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. الرئيس البرازيلي تانكريدو نيفيس من أشهر رجال السياسة البرازيليين، وكان وزيرا للعدل في البرازيل، ثم تم تسليمه رئاسة وزراء البرازيل، ثم ترشح لمنصب رئيس البلاد، وقال لأتباعه إني حصلت على 500,000 صوت آخرين، فحتى الله لن يستطيع إسقاطي. وبالفعل فقد حصل على تلك الأصوات وانتصر في الانتخابات على منافسيه، وحصل على منصب رئيس البرازيل. ولكن قبل استلامه لمنصبه الجديد أصابه مرض شديد ولم يستطع النجاة منه، فمات قبل توليه منصب الرئاسة. الممثلة الأمريكية مارلين مونرو أشهر ممثلات ونجوم هوليود في خمسينات القرن الماضي، وتعتبر أيقونة للجمال والإغراء حتى يومنا هذا. في إحدى الحفلات جاءها رجل دين محاولا إقناعها بالإيمان بالله، فقالت له: من أنت؟ فقال: إن الله أرسلني إليك. فردت عليه: لا أحتاج إلى هذا. وبعد فترة قصيرة عثر عليها مقتولة في سريرها بجرعة سمية هائلة، ولم يعرف إلى حد الآن هل انتحرت أم أنها قتلت. توماس أندرو. كان توماس أندرو رجل أعمال بريطاني وصاحب معمل ضخم لصناعة السفن، وقد أشرف على صنع سفينة تايتانيك وجعلها تحفة فنية وأقوى سفينة على وجه الأرض في حينها. وعندما سأله الصحافيون عن سفينته قال: إنها أعظم سفينة يمكن للعقل البشري صنعها، وحتى الله لن يستطيع إغراقها. وفي أول رحلة تجارية لتايتانيك اصطدمت بجبل جليدي وغرقت، وغرق توماس أندرو أيضا وتجمد في ماء المحيط، ولم يستطع أحد العثور على جثته حتى اليوم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزي المشاهد، لا تنسى الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك للقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى. دمتم في رعاية الله.